إليكم أخبار النادي الأهلي خطوة بخطوة، ولكن قبل أن نبدأ صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. غيابات مدوية تضرب الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت في الدوري. تترقب جماهير النادي الأهلي في كل أنحاء الوطن العربي انطلاق منافسات دوري نايل موسم 2025-2026، حيث يستهل الفريق الأحمر مشواره بمواجهة قوية أمام مودرن سبورت مساء السبت المقبل الموافق 9 أغسطس على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام 9 مساء، في لقاء يعد اختبارا حقيقيا لبداية موسم حافل بالطموحات. ويدخل الأهلي المواجهة وسط غيابات مؤثرة أبرزها النجم الدولي إمام عاشور الذي يواصل برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الكتف بالولايات المتحدة الأمريكية منتصف يونيو الماضي، أثار إصابة تعرض لها خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، ما جعله خارج الحسابات حتى الآن. كما يغيب مروان عطية لاعب خط الوسط الذي أجرى عملية فتق جراحية في وقت سابق ولا يزال في مرحلة التعافي، بينما يأتي الغياب الثالث لأسباب فنية، حيث قرر المدير الفني خوسيه ريبيرو استبعاد أحمد عبد القادر من قائمة الفريق، وأبلغ إدارة النادي بعدم الحاجة إليه في الفترة الحالية. ورغم الغيابات تتطلع جماهير الأهلي إلى موسم استثنائي بعد تدعيمات قوية أبرزها انضمام الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي، مع الحفاظ على القوام الأساسي للفريق بقيادة الشناوي وديانج وقفشة، مما يمنح الأحمر أفضلية واضحة للمنافسة بقوة على جميع الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم. القائمة المحلية الرسمية للنادي الأهلي: في حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحة. خط الدفاع: مصطفى العش، أحمد رمضان بيكام، أشرف داري، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد. وفي خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، ومحمد مجدي قفشة. وخط الهجوم: كريم فؤاد، محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، أحمد مصطفى زيزو، طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، وجردشار، ومحمد شريف. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.